دلوقتي احنا هنعمل مع بعض الرز بلبن. الرز بلبن دلوقتي انا حاطه الرز اهو زي ما انتم شايفين، حطيت عليه ميه وسبته لما يغلي خالص ويستوي خالص يعني، وحط له ميه بزياده يعني. ماشي، وهسيبه لما يستوي خالص. وهوطي عليه شويه. دلوقتي انا سبت الميه غلت فيه اهي، وهوطي عليه واسيبه يكمل سواه، وبعد كده نشوف هنعمل ايه سوا مع بعضين. دلوقتي انا سبت الرز لما استوي خالص ويتهري خالص، ودلوقتي حطيت عليه اللبن وهوطي عليه برضو. هسيبه لما يغلي، هخلي النار عاليه عليه لما يغلي، وبعد كده هنزل هوطي النار عليه واسيبه لما يكمل سواه خالص الرز، وهرجع لكم تاني نشوف هنضيف ايه تاني عليه. وطبعا بتحطي السكر، تحلي بقى، تحطي السكر حسب رغبه بقى. ماشي، خليكم معايا. دلوقتي انا غليت اللبن مع الرز، سبته وطيت عليه وسبته لحد ما بقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. ماشي. دلوقتي هحط له، بعد ما سبت اللبن يغلي مع الرز. ماشي. واستوى خالص، هحط له ده نشا على لبن، على معلقه كريم شانتيه، على معلقه لبن بودره، بتقلبيهم كويس، ورشه فانيليا بتقلبيهم كويس، بتدوبهم خالص مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. ماشي. وديت قشطه او وش لبن. ماشي، هنزل بيهم دلوقتي بقى هنزل بيهم على الرز بلبن اللي على البوتاجاز، وهقلب على طول لحد ما ياخد قوام الرز بلبن. خليكم معايا. بكون حطيت النشا والقشطه والنشا اللي مدوباها بلبن، وعليها معلقه كريم شانتيه ومعلقه لبن بودره، بدوبهم كويس في اللبن، وبعد كده بنزل بيهم، وبنزل عليها بمعلقه قشطه كبيره واضربها كويس في الرز بلبن اللي على البوتاجاز. وبعد كده سيبها لما تغلي عشان النشا يستوي زي ما انتم شايفين، وياخد القوام تقيل شويه بتاع الرز بلبن. خليكم معايا، هحطه في الاطباق وارجع. الرز بلبن يا حبايبي زي ما انتم شايفين، انا صورت طبعا بعد ما برد عشان اوريكم شكله زي ما انتم شايفين كده. لو عجبكم عايزه لايك وشير وتعليق حلو منكم يخليني اقدم لكم اكلات اكتر. مع السلامه.